السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة بإذن الله يوم جديد وفيديو جديد وروتين زي العسل، إن شاء الله كده هيعجبكم أنا متأكدة. بس تابعوا الفيديو للنهاية، في حاجات كتير قوي هنعملها بإذن الله، هتستفادوا بأي حاجة منها. وأتمنى طبعا منكم اللايك الجميل، وتكتبوا لي كومنت كده حلو تقولوا لي ايه اللي انتوا استفدتوه من الفيديو. نقول بسم الله كده ونشوف اول حاجه بدأنا بيها وهو الفطار بتاعنا. قلت نعمل حبه شعريه باللبن النهارده نفطر بيهم. الشعريه باللبن من الحاجات الجميله، اعملها على الفطار على العشاء، حلو قوي في الشتاء. معانا حبه شعريه نحمرهم في كده معلقه سمنه معلقه زبده، حمريهم كويس ما تسيبهمش عشان ما تبقاش حبايه وحبايه لحد ما ياخدوا اللون الذهبي. انزلي عليهم بالميه كده يا دوبك بس تغطيها وتسيبيها لحد لما تستوي كأنك بتسوي الرز بالظبط، وتوطي عليها لحد ما تستوي تماما. بعد ما استوت خالص معايا بنزل بقى باللبن بتاعي. وهنا دي حاجة إضافية لو عندك حطيها، أنا كان عندي كريم شانتيه، مسكت معلقتين كده دوبتهم في في حبة مية ونزلت عليهم حبة مية أو حبة لبن، وانزلي بقى على الشعرية بتاعتك بعد ما تحطي اللبن. بصوا بتودي الشعرية بلبن دي في حتة تانية بصراحة، بس ده لو موجود عندك ضيفيه. عندك لبن بودرة برضو من الحاجات الحلوة جدا اللي ممكن تضيفيها للشعرية، بجد بتفرق جدا. تمام كده كده خلاص، انا كنت طفيت على الشعرية بتاعتي. بنحط بقى السكر، ببدأ ان انا احليها. وفي الاخر خالص هنحط بقى رشة من الفانيليا، وخلاص على كده وكلي احلى طبق شعرية باللبن جميل جدا. اعمليه في العشاء لو عندك حبة لبن وحبة شعرية، ابدأي حمريها واعمليها كده تدفيكي وجميلة قوي ليكي وللأطفال. كده خلاص كنا بقى خلصنا الفطار بتاعنا. شايفين بقى شكل الشعرية جميلة وطعمها خطير بجد، زي ما قلت لكم الكريم شانتيه ده بيبصوا بيديها طعم حكاية. خلصنا فطرنا الحمد لله، نشوف بقى اللي ورانا. خلصت كان النهاردة عادي روتين يوم عادي. بس كان عندي البلكونة بتاعتي كانت مطربة جدا، بدأت ان انا كنستها وسيقتها. ما رضيتش ان انا اجيب بس المقطع ده معاكم يعني، عشان بس في حاجات كتير عايزين نعملها في الفيديو. تمام كده. والصالون النهارده قلت هنمسك بقى البلكونه والصالون، ان انا امسكهم، امسحهم مسحه حلوه. يعني كل يوم كده حددي حاجه معينه جنب الروتين اللي احنا بنعمله كل يوم طبعا معروف. فحددي اوضه كده او اي ركن في الشقه، ان انتي تبدأي تنضفيه تنظيفه حلوه. تشيلي كده السجاد وتكنسيه كنسه حلوه، وتبدأي ان انتي تمسحيه. ده بيسهل معاكي جدا، اعملي كده كل اسبوع حاجة زي دي، على اخر اسبوع هتلاقي الشقة بتاعتك نظيفة، حتى مش محتاجة مجهود منك بعد كده لما تعملي تنظيف اسبوعي ليها. خلاص كده كنت خلصت الصالون. هنبدأ بقى نقفل البلكونة. عندي هنا عشان البلكونة ما فيهاش اللي هو السلك. فببدأ بس اشيشها كده. بحب أوي الحركة دي، تفكرني كده بأيام زمان، فاكرين بقى وقت العصاري ده. بيبقى فيه هدوء كده، الحركة دي بتحسسك بالهدوء. وهنقفل برضو الشباك عشان برضو السلك بتاعه مقطوع، فعشان انتوا عارفين الدبان بتاع الشتاء فظيع. فخلاص قفلنا كده وقعدت شوية. وندخل بقى على الغدا بتاعنا. غدانا النهاردة جميل جدا، حاجة كده من الأكلات الشتوية الجميلة اللي يعني في نسبة كبيرة قوي ما بياكلوهاش، سواء أطفال أو ناس كبيرة. فأنا هقولك على طريقة جميلة لو انتي من الناس دي أو عندك الأطفال ما بيحبوش الكرنبيط. تابعي الطريقة بتاعتي، دي طريقة جميلة جدا. هي بصوا هي طريقة أمي، لان انا واحده من الناس، يعني انا واخويا ما كناش بناكل الكرنبيط برضو واحنا صغيرين. بس يعني مامتي كانت بتعمله بطريقه كده جميله قوي. هتشوفوها دلوقتي معايا. بجد بصوا لو طفلك ما بيحبوش صدقيني امشي على الطريقه اللي انا هعملها دلوقتي، جميله جدا جدا. انا بعد ما اتجوزت بدات ان انا اعملها. انا عندي جوزي برضو ما كانش في لي يعني في الكرنبيط قد كده،
لما عملته بالطريقة دي عجبه جدا وبدأ ياكله، وبرده اولادي بدأت اعمله لهم بدأوا ياكلوه. جميلة جدا. المهم بقى ايه، دلوقتي هشوف الطريقة. هنا معايا بقى ايه، بطاطس وفلفل وبتنجان كده مقطعاهم مكعبات. هنعمل طبق جميل جدا. الطبق ده اعمليه جنب الفطار كده مع الفول والفلافل. هي مسقعة، بس عاملينها بطريقة حلوة. طعمها جميل جدا، زي اللي هي بتتقدم في المطاعم بتاعة الفول والفلافل. بتبدأي تقطعي البطاطس والبتنجان والفلفل مكعبات، ونبدأ ان انا خلاص كده قلتهم. بعد كده معايا بقى طاسة في حلة، هنعمل بقى الصلصة بتاعتنا الجميلة جدا. حبة زيت كده، هناخد معلقتين من الزيت اللي انا حمرت فيه، وهننزل بقى بيه فص كده ولا فصين من التوم. انا الكمية دي يا دوبك حلوة قوي عليها الفص الكبير ده. التوم ما تدقهوش، نبدأ ان احنا نقطعه بس كده بالسكينة. بيفرق جدا سبحان الله. التوم تدقيه في الهون غير لما تقطعيه غير لما تعمليه بالمفرمة. كل حاجة بتفرق في طعم الاكل. يا دوبك التومة بس تحمر كده، وننزل بيه معلقة من الخل، وشم بقى الريحة الجميلة. التومة يا دوبك بصوا يعني تشم ريحتها، ما تسيبهاش ان هي تلون. بعد كده معايا كام طماطمايه مقطعاهم مكعبات. هننزل بيهم ونسيبهم لحد لما يتسبكوا خالص. في الوقت ده بتوطي النار عليها مع حبة مية صغيرة، وتوطي النار عليها. شايفين الطماطم بتاعتي خلاص كده اتهرت خالص. تبدأي ان انتي تعمليها كده بظهر المعلقة، خلاص اتهرت معايا. نبدأ بقى نتبلها. حطي بقى الملح مع حبة كمون وحبة كزبرة، وننزل بقى بالخضار بتاعنا اللي احنا قليناه، وتقلبتين وخلاص على كده. طبق جميل جدا، جربوه بالطريقة دي. المسقعة دي تحفة. انا من ساعة ما بدأت ان انا اعملها ولقيتها جميلة جدا. يعني احسن من اللي احنا المسقعة العادية بتاعتنا اللي احنا بنعملها على طول. لا دي جميلة، طعمها جميل فعلا. التقطيعة بتفرق زي ما قلت لكم. الصلصة دي مختلفة عن الصلصة التانية، فجميلة جدا. ندخل بقى على الكرنبيط بتاعنا، وركزي معايا كده في الطريقة وشوفي الطريقة ازاي. معايا الكرنبيط بعد ما سلقته في حبة المية طبعا والملح والكمون. بعد كده هنبدأ نقطعه. انا مش عايزة الجذع اللي هو فوق ده، انا مش عايزاه. انا هاخد بس الوردة اللي تحت، وهبدأ اقطعها بالسكينة صغير جدا. تمام كده، خلاص قطعتها كده. قطعت الكمية بتاعتي كلها. ممكن تديها ضربة في الكبة. تمام. معايا بقى بيضتين. هتضربي البيضتين حلو كده. معايا كوباية مية على لبن، ممكن مية بس ممكن لبن. اعملي زي مية على لبن، اللبن بيفرق جدا في الطعم. لو عندك يعني حطي زي كده. يبقى بيضتين، كوباية مية او لبن او الاتنين. معايا بقى البهارات طبعا فلفل اسمر عشان البيض، كمون اساسي، كزبرة ومعلقة صغيرة من الكركم بتدي لون حلو، ورشة بسيطة جدا من البيكنج باودر. تمام. ومعايا الخضرة بتاعتي كزبرة وشبت. ما تحطيش بقدونس، كرنبيط حطي كزبرة وشبت. وكوباية من الدقيق ومعلقتين من النشا. النشا بتحطيه على عدد البيض اللي انت بتحطيه. كل بيضة بتاخد معلقة كبيرة نشا. اتمنى ان كده تكونوا بس عرفتوا الطريقة بالظبط. بعد كده بننزل بالكرنبيط بتاعي، وابدأ اقلب الخلطة دي. طبعا القوام انت بتظبطيه بالمية وبالدقيق لحد لما يبقى قوام، يعني عارفين زي كده الكريب، ولا هو تقيل ولا هو خفيف. بعد كده بننزل بالكرنبيط بتاعنا. انا عايزه القوام يبقى كده. شفت كأنك بتقلي بقى إيه طعميه. بتعملي كده، سواء هتعملي بالمعلقه زي ما انا بعمل، او ممكن عادي تمسكيها كأنك بتقلي طعميه، وابدأي اقليها زي الطعميه. بصوا بقى اللون بتاعها جميله جدا وريحته جميل. انا بحب اديله لون شويه كده يبقى مقرمش عشان الاولاد. ماشي. بصوا لو هتلاحظوا معايا كده حبة الزيت ما بيشربش زيت نهائي. يعني عشان تقولي لا ده الكرنبيط ده بيشرب زيت، ده انا ما بحبوش عشان الزيت. جربي الطريقة دي.
انا زي اول ما عملته لحد اخره الزيت زي ما هو، يعني لو نقص بيبقى نقص حاجة بسيطة جدا. بصوا جميل جدا، ريحته جميلة. انا عندي القرنبيط ده يعني بصوا فطار غدا عشاء بناكلوه جميل جدا. مع طبعا بصوا حبة المخلل بتاعنا بقى، طبق المخلل الجميل واللفت بتاعنا الجميل المقرمش. وبصوا طبق المسقعة ده تحفة خطير. كده خلاص بقى خلصنا الغدا بتاعنا الحمد لله. كان فاضل هنا حبة قرنبيط، شلتهم كده في العلبة ونشيلهم في التلاجة. بإذن الله تاني يوم هنفطر بيهم. جنب بقى طبق فول وحبة بطاطس وكده، وايه هنفطر بيهم بإذن الله. البيضة دي هتشوفوا دلوقتي هنعمل بيها حاجة حلوة قوي. هنا بقى قلت اشطب بقى المطبخ بتاعي بعد الغدا. برتاح جدا لما اشطب المطبخ بالليل كده، بحس براحة نفسية تاني يوم. فهو الموضوع ما كانش مستاهل، فقلت ان انا ايه اشطبه بالمرة. غسلت المواعين والحوض والبوتاجاز برضو ما كانش متبهدل، يا دوبك بس 13 من الزيت. فمش محتاج حتى لا سلكة ولا اي حاجة. بالبخاخة بتاعتنا كده اللي دايما بقول لكم عليها في المطبخ عندي. المية والكوريكس الالوان جميلة جدا، بصوا بتلمع الاستانلس. اي حاجة في المطبخ بقى نبدأ نمسحها كده على طول بترجع جميلة خالص اهو. ندخل بقى على الحاجة الحلوة اللي هنعملها. الولاد بالليل عايزين حاجة حلوة، طب بدور لقيت عندي بيضة ماشي في التلاجة. يعني كنز كنز في التلاجة. فالمهم قلت ايه نعمل بقى حاجة حلوة. هنعمل الكوكيز. بصوا حاجة اقتصادية جدا جدا جدا، ولا زبدة ولا اي حاجة، وطعمه بصوا حكاية. معايا البيضة ومعايا هنا كوباية، نص كوباية من السكر البودرة، معلش يبقى بيضة، نص كوباية من السكر البودرة انا طحناه. هنبدأ نقلبهم كويس جدا كده بالمضرب لحد لما لون البيضة كده يفتح معانا. بعد كده ننزل بنص كوباية من الزيت. بيضة، نص كوباية سكر بودرة، ضربناهم كويس. بعد كده نزلنا بنص كوباية من الزيت، نقلبهم برضو كويس مع بعض. الكوكيز ده طعمه جميل جدا جدا. حاجة بصوا ما بتاخدش اي ولا بقى عايزين خلاط ولا مضرب ولا الكلام ده. بص وانت واقفة ما فيش في 10 دقايق كنت عملته للأولاد. معايا هنا نشا، معلقة كبيرة من النشا على البيضة، معلقة كبيرة من النشا، ونص معلقة نص معلقة كبيرة من البيكنج باودر، أو معلقة صغيرة بيكنج باودر. ومعايا الدقيق كوباية ونص من الدقيق. بس الأول كده نزلت بالكوباية. وهنبدأ احنا ما بنعجنش طبعا، هو زيه زي البسكوت كده، بنشرب بس الدقيق للسوائل بتاعتنا. بعد كده بايدي بقى نبدأ ألم كده الدقيق. لقيت العجينة لسه برضو لا لسه برضو عايزة حبة دقيق كمان، فبنزل بالدقيق واحدة واحدة لحد لما تتلم معايا خالص. هي خدت الكوباية ونص من الدقيق. لسه اهو، لا لسه طرية خالص. الكوبيس ده جميل جدا زي ما بقولكم، اعملوه كده لاولادكم. لو عندك بيضة طلعيها كده اعمليها كده للاولاد مع كوباية دقيق، وهتعملهم حاجة حلوة كده في السهرة. فرحيهم بيها. خلاص كده بصوا اتلمت معانا، بتبدأي تكوريها. لما تلاقيها ما بتشققش يبقى كده خلاص الكوكيز بتاعنا كده تمام. هنبدأ بقى نكورها الحجم اللي انت عايزاه. صينية كده دهنيها دهنة بسيطة من الزيت. هنبدأ بقى نكورها، وخلي أولادك في الوقت ده، خلي أولادك يساعدوكي، بيحبوا، انتوا عارفين بقى الأولاد بيحبوا قوي الحاجات دي. أنا بعد ما كورت كده بنوتي بقى هتيجي وتحط بقى الشوكولات شيبس. جبت كده ب5 جنيه اللي هو الشوكولات شيبس ده. وهنبدأ بقى تبططيها بس حاجة بسيطة كده، تضغطي على الكور بتاعتك حاجة بسيطة، وابدأي احط الشوكولات شيبس في الوقت ده. مسخنة الفرن بتاعي
على درجة حرارة متوسطة، ولو عندك درجة حرارة يبقى 180 أو 170، كأنك بتعملي كيكة. يعني اظبطي الحرارة كأنك بتعملي كيكة. تبدأي بقى تحطيه في الرف اللي في النص، ما بياخدش دقايق، ما بيكملش 10 دقايق. خلي بالك منه بس علشان ما يتحرقش. اول ما ياخد لون من تحت، عايزة بقى تشغلي عليه الشواية ياخد لون من فوق، ويبقى خلاص على كده. بصوا الكوكيز بتاعنا جميل جدا، ريحته جميلة، طعمه في منتهى الجمال. عملنا بقى ايه، كوبايتين كده شاي بلبن لينا وللأولاد، وقعدنا في السهرة كده إيه اتسلينا بيهم. حاجة بسيطة خالص تفرحي بيها أولادك. بصوا جميل جدا. اتمنى بقى ان الفيديو يكون عجبكم، وعايزة منكم كده لايكات حلوة وتعليقاتكم الجميلة، وقولولي ايه اللي عجبكم في الفيديو. واتمنى لو الفيديو عجبكم والقناة عجبتكم تشاركوها مع اصحابكم.